الحلقة دي مش زي أي حلقة، لأن ضيفتي مش زي أي ضيفة. حلقتنا النهاردة غير كل حلقات بودكاست حكايات من الزمن الجميل. الحلقة دي مختلفة لأن ضيفتي روحها مختلفة. لما تكون ضيفتك هي إيمي عبيد ما ينفعش غير إنك تسيب كل حاجة تمشي على طبيعتها زي ما هي، بضحكتها، بخفة دمها، بصوت الهوا والبحر اللي كانوا بيشاركوها الحوار، لأن هي أصلا بنت بتحب تعيش بطريقتها. والنهاردة هنعيش معاها زي ما هي عايشة، بحر، شمس، ضحكة صافية. وده مش صدفة، ده اختيار. حلقتنا النهاردة كلها طبيعية وتلقائية، وده بالظبط سر جمالها. جمال ايه وشخلعت ايه ودردحت ايه وشطرت ايه. يا ألف خطوة عزيزة، يا ألف أهلا وسهلا يا مستعلية والشساع. الشمس بانت من بعيد جاية ومعاها يوم جديد يجعل نهارنا نهار سعيد نهار سعيد. في ناس لما بتقعد معاهم بتحس إن الزمن رجع لورا، لضحكة زمان، ضحكة كانت نقية وخفة دم محدش بيمثلها، لحوار بسيط طالع من القلب. تحس إنك رجعت لوقت الشياكة كانت ذوق، رجعت الأيام ما كانت الكلمة الطيبة عملة نادرة. والنهاردة ضيفتي مش بس فنانة موهوبة، لأ، دي واحدة كانت بتفكرنا بأخلاق زمان، وبتحكي بطريقتها اللطيفة مشاهد بنحبها. هي مش مجرد بنوتة بتحب الفن، دي قررت تحب معاه الزمن الجميل بصدق، وتحافظ عليه بجمال، وتعيشه بطريقتها الخاصة. رجعت روح الشياكة والبراءة على التيك توك، كانت بتختار مشاهد من أفلام ومسلسلات ومسرحيات قديمة ومشاهد من الفوازير، وتعيد تمثيلها بروحها وببصمتها. تكتب، تمثل، تمنتج وبتخرج، وكل ده لوحدها. بس عمرها ما كانت لوحدها، كان معاها حب حقيقي للفن، وهدف واضح إن نرجع للناس أصول وأخلاق زمان ولمسة الفن الحقيقي. كانت دايما بتحلم تقابل الفنان المحترم العبقري الفنان محمد صبحي، ولما شافته اتحقق الحلم. إيمي شبه سعاد حسني في خفة دمها وشقاوتها، وشادية في دلعها، وفاتن حمامة في رقتها وبراءتها، وفيها من الزمن الجميل اللي يكفي ينور لنا قلوبنا شوية. معايا الجميلة إيمي عبيد. قال ايه يقول لك خفة الدم والجمال ما يكتموش ابدا في حد. يا سلام. اكشن اكشن. طيب ليه؟ شيكاني لا شيكان. بتقول ايه؟ ابتدي بقى. شايفة نفسك بنت من الزمن ده ولا في حاجة جواكي دايما بترجعك لزمان؟ سؤال يعني تك على الجرح. انا طول عمري مقتنع او انا حاسة ان انا مثلا كنت عايشة في زمن تاني وعملت كارثة او عملت مصيبة سودة وحد عاقبني وحدفني في الزمن ده. ده عقاب، الزمن ده عقاب، مش ممكن يكون هدية مثلا. انا دايما على طول بحس بكده. انا بميل قوي 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 لافكار زمان والناس زمان واحوال زمان ومشاكل زمان. يعني مشاكل زمان مشاكلهم كانت يعني ما كانتش في حجم المشاكل اللي احنا بنشوفها دلوقتي. طبعا كان عندهم مشاكل وعندهم ازمات وعندهم، بس حتى لما تقعدي مع حد كبير تحسي ان هو بيبصوا للجيل بتاع دلوقتي بيشفق عليه، لان هو مهما شوفي شافوا حروب وشافوا نكسات وشافوا ثورات وشافوا ازمات اقتصاديه وشافوا فقر حقيقي، ومع ذلك تلاقيهم بيشفقوا علينا لان هم شافوا ده وعرفوا ان الزمن اللي احنا فيه ده انا اعتقد ان اسوأ العصور. مش بحب ابقى محبطه، بس دي حاجه حقيقيه لازم نواجهها.
انا بحس قوي ان انا كنت في زمن تاني، لان انا لسه بحتفظ بافكار كتير تقريبا ما بقتش موجوده دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه ده، وعايشه بيها لوحدي. بدور بس على الناس اللي لسه عندها، الناس اللي عندها لسه نفس الافكار ونفس المبادئ، نفس الحنيه ونفس الود ونفس السؤال ونفس الاصوليه، ان الواحد يبقى اصيل كده. بدور على الناس دي وهم قليلين قوي قوي، وبحاول ان هم دول يبقوا دايرتي علشان اقدر اعيش في الزمن ده. انا ارد على السؤال ده واقول لك مليون في المية بحس ان انا مش من الزمن ده واتعاقبت هنا. الحمد لله. يا حلاوتك يا جمالك خليت للحلوين ايه، يا حلاوتك يا جمالك خليت للحلوين ايه، كان مالي بس ومالك تشغلني برمشك ليه، تشغلني برمشك ليه، يا حلاوتك يا جمالك. ايه اكتر حاجة وحشاكي من اخلاق زمان وبتحسي انها اختفت دلوقتي؟ انا مش من هواة ان اعيش في الماضي وان الماضي كان جميل وكان كله ناس طيبة وكله، مفيش الكلام ده. يعني لو حبينا نواجه الواقع هنلاقي ان كل زمن فيه الحلو وفيه الوحش فيه. زمان ما كانتش الدنيا وردي ولا كانت الدنيا حلوة، كان فيه ناس شريرة وكان فيه أطماع وكان فيه ناس بتعمل حاجات مش كويسة، كان فيه في كل زمن فيه الخير وفيه الشر. لكن أنا من هواة إني أشوف الحلو في كل إنسان وفي كل زمن، وياخد الحلو اللي فيه وأرمي الوحش اللي فيه بأفكار وبطباع وبمبادئه. فالزمن اللي فات كان فيه حاجات كتيرة جميلة احنا دلوقتي افتقدناها. بحب الخير اللي كان موجود زمان، بحب الاستقرار، بحب الطموح. كان عندهم طموح، كان عندهم مبادئ، كان عندهم أسس بيبنوا عليها الحياة، الأسرة، التربية، الأخلاق، الحلال، الحرام، أسس بتخلي فيه استقرار أكتر. الحاجات دي احنا افتقدناها دلوقتي. السوشيال ميديا والانفتاح على حياة الناس فتحت عيون الناس وزودت الأطماع وخلت الناس تنسى أسس الحياة، السؤال والود والحب والاحتواء والحاجات كتيرة كانت موجودة احنا افتقدناها. بنجري ورا الدنيا واحنا معذورين لأن الدنيا دلوقتي سريعة والناس مطلعة على حياة بعض وعلى ماديات بعض. الحاجات دي ما كانتش موجودة زمان، لكن كان موجود يعني الونس، وكان موجود العشرة الطيبة واحترام الجار واحترام الصداقة واحترام العشرة حاجات كتيرة. هي أنا بشوفها أسس الحياة. إنك تعيشي مستقرة لازم يكون عندك أخلاقيات وبيزكس. دلوقتي الناس بقت ملهوفة على المال وعلى اللكجري، الحياة الرفاهية بتاعت الحياة أكتر منها، وللأسف بيستمتعوا شوية وبعدين بينهاروا لأن الأساس مش موجود. الأساس ده هو زمان، هو الحاجات اللي كانت موجودة زمان اللي الناس تجاهلتها لأنها مش مادية، هي حاجات كلها معنوية وأخلاقية وإنسانية. فأنا بحب أخد الحاجات دي من حاجات زمان بس في العصر الجديد، ناخد القديم الحلو اللي في القديم ونعيش في الزمن الجديد عشان نعيش عندنا استقرار وفي نفس الوقت سعادة وعندنا طموح، نقدر نبني، نقدر نربي، نقدر نبقى ناس ستيبل، ناس مستقرة نفسيا واجتماعيا، لأن هو ده أساس كل حاجة في الحياة. فهو ده اللي أنا مفتقداه وبسعى دايما إن أنا أخلقه، حتى لو الزمن مختلف وحتى لو أهداف الناس كلها مختلفة، لازم يكون هو ده البيز اللي بنبني عليه حياتنا عشان نعيش مستقرين وسعداء. ايه اول مشهد شفتيه للفنان محمد صبحي وحسيتي انه قدوتك؟ ياه، ده من زمان قوي، يعني انا من بدايات ذكرياتي في الحياة. بصي، انا وانا صغيرة كنت عندي مشكلة، وانا عندي 7-8 سنين كده كان عندي مشكلة، كنت رفيعة قوي، رفيعة جدا، ارفع من كل البنات اللي معايا في المدرسة، فكانوا بيتريقوا عليا. زمان كان التنمر مباح.
دلوقتي لا الحمد لله بقينا بنوعي ولادنا وبنفهمهم ان ما ينفعش نتريق على حد. المهم كانوا على طول كده بيتريقوا عليا عشان انا رفيعه قوي. فرحت مره عيطت لماما قلت لها بيتريقوا عليا عشان انا رفيعه وكده. فماما قعدتني بقى وشغلت لي فيلم انكل زيزو حبيبي. فقعدت قالت لي اتفرجي على الفيلم ده. فاتفرجت عليه وهو برضو كانت نفس المشكله، كان رفيع قوي كانت الناس شايفينه يعني عبيط شويه او حاجه كده، وان هو شكله مش بيعجب الناس. عجبني الفيلم قوي 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 واتبسطت من النهايه بتاعته واثر فيا وبقيت ماشيه فرحانه بنفسي اللي هو انا مش مشكله انا رفيعه، انتوا بقى دماغكم عامله ازاي دي مشكلتكم انتوا. فاتوعيت من وانا صغيره قوي قوي واداني ثقه في نفسي وما بقاش فارق معايا كلام حد وان هم اللي مش فاهمين وهم الوحشين. من هنا كانت بدات يعني في سن 7 سنين او حاجه زي كده ان انا ابقى شايفه انه لا الراجل ده يعني بيمثلني بيدافع عني. دي كانت اول حاجه شفتها. وعايزه اقول لك ان انا بحب الاعمال جدا جدا جدا، الافلام بتاعت محمد صبحي. يعني الناس كلها بتتكلم طبعا عن انجازات المسرحيات الفظيعه الرهيبه لحد دلوقتي الناس عايشه معاه وهتفضل عايشه ان شاء الله العمر كله. ولكن انا بحب قوي 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 الافلام بتاعته لانها كانت بسيطه ودمها خفيف، ولازم يكون فيها لمسه انسانيه من لمسات الفنان محمد صبحي. لازم يكون فيها درس، لازم يكون فيها حاجه تتعلميها بس بطريقه مبسطه قوي ودمها خفيف. فانا بحب النوع ده من الافلام. فافلامه بالنسبه لي كانت مميزه قوي. العميل رقم 13، الشيطانه التي احبتني، لا يعني افلامه لسه في كمان افلام ما شفتهاش بأصر ان انا دلوقتي ادور عليها واجيبها واتفرج عليها وافرج بناتي كمان معايا. حسيت انه قدوتي بقى طبعا من الاعمال بتاعته، لان انا كنت متابعه جيده جدا لاي حاجه هو يطلع فيها، مسلسل، اي حاجه لازم حتى يعني لما بيكتب حاجه بيبقى لازم تسمعيها لانه بيبقى درس. اكيد اي كلمه بتطلع منه هي درس حقيقي. طبعا يوميات ونيس، يعني دي بقى اللي بنتنا كلنا يوميات ونيس، وخلت حلمنا كلنا ان احنا نتجوز نبقى شبه ونيس وميسة. وانا الحمد لله قدرت ان انا اقدر اعمل حاجه زي دي، والفضل بعد ربنا يرجع لي طبعا. لكن هو الاستاذ صبحي يعني كانسان بقى، سيبك بقى من الجانب الفني، هو قدوه حقيقيه كانسان اكتر. يعني يعجبني ان هو قدوه في ايه، ان هو ما بنى نفسه بنفسه، ما كانش بيعمل الوسايط او بيلجأ لوسايط او بيلجأ لحد لفلان او حاجه. ما حبش ان حد يوجهه الحاجه مفروض عليه، لا دايما شخصيته هو اللي بيقرر، وهو اللي بيقول لا، وهو اللي بيقول على ده ولا على ده. فهو قدوه في ده، قدوه في انسانيته، وقدوه في اعتزازه بنفسه وبوطنيته وبهويته. هو قدوه في ده. اتمنى ان اي فنان يبص للنموذج اللي بيعيش. هو ده النموذج اللي بيعيش. اي حد بيروح مع الهوى او بيروح مع المصلحة او بيروح علشان خاطر الفلوس او عشان خاطر يتشهر بسرعة او اي حاجة، بيتشهر فعلا وبيعلى جدا بس ما بيعيش. الناس دي مش بتعيش، بتيجي عليها فترة وبتتنسي. الفنان هو اللي بيبقى عنده مبادئ، وهو اللي بيبقى محدش بيشتريه، وهو اللي بيقدر يفرض نفسه بفنه وبأخلاقه وبعمله. هو ده الفنان اللي بيقدر يعيش طول العمر. فهو الأستاذ صبحي قدوة في الحتة دي قوي قوي. أتمنى إن الناس كلها مش بس في الفن، إن الناس كلها تعتبر يبقى عندها عزة نفس في حياتها وفي قراراتها، وما تبيعش نفسها علشان خاطر الفلوس أو علشان خاطر أي حاجة. فربنا يديله الصحة وطولة العمر ويخليه لينا، لأنه قبل ما يكون فنان كبير وعظيم هو إنسان جميل، وأنا بحبه جدا جدا. هو عارف كده. يوم ما قابلتي ايه اول حاجه قلتيها له وايه اول حاجه قالها لك؟ لا هو انا يوم ما قابلته ده انا العالم توقف كده حواليا، لانه يعني هو كان بالنسبه لي حلم وشخصيه يعني
معايا طول الوقت، ولكن هي في خيالي اكتر. يعني انا مش مصدقه ان انا ممكن هقابله فيس تو فيس كده. فلما شفته في اول مره، ما العالم توقف كده لحظات من السعاده، وفي صمت حواليا. انا مش سامعه حاجه ومش فاكره حاجه غير ان انا كنت سعيده قوي 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 قوي. ولا زلت انا مجرد بس ما ببقى اشوفه او اسمع صوته او اي حاجه تلاقيني ابتسمت. فهو قال لي ايه؟ لا انا مش فاكره هو قال لي ايه، بس هو بعد كده، بعد ما بقينا يعني اصدقاء ونسال على بعض، قال لي انا اول ما شفتك وانتي قاعده في الصف الاولاني، هو ما بيبصش اصلا دايما على الجمهور وهو بيمثل. قال لي ما اعرفش ايه اللي لفت انتباهي، ضحكتك طول الوقت. انا طبعا شايفاه مبتسمه وبضحك طول الوقت، ما اقدرش اشوفه او اسمع صوته الا تلاقيني ابتسمت. قال لي ضحكتك كل ما ابص الاقيكي تضحكي كنت ببقى يعني مبسوط ان هو شايفني بضحك. هو يعني انسان جميل وراجل شيك ومهذب، يعني هو كل الصفات الجميله انا بشوفها فيه. مجرد بس اسمع صوته او اشوفه وتلاقيني مبتسمه، ابقى يعني بيجلب شيء من السعاده ليا. ربنا يخليه لنا ويديله الصحه يا رب وطولة العمر. ايه اهم جمله او درس اتعلمتيه منه عايشه بيه لحد النهارده؟ يعني انا اتعلمت منه حاجات كتير والله، يعني لسه ان شاء الله هفضل اتعلم منه يا رب. عمرك طويل ان شاء الله. اهم حاجه هو كان دايما يقول لي، يعني هو دايما بيقول لي انا بحب فيكي عفويتك، خليكي عفويه ما تمثليش عليا. عايزه اقول له امثل ايه بس؟ يعني لما هو انساني وجميل جدا. اي حد من الاصدقاء او حاجه يحس ان هو حزين او اي حاجه، تلاقيه بيسال وبيود وعايز يطمن عليهم، وانتوا ايه اللي مزعلكوا؟ طب هو جميل. يعني انا بحبه قوي كفنان. الواحد بيحب فنانين كتير، لكن كإنسان هو مميز بصراحة. فأنا بحبه كإنسان أكتر من حبي الكبير قوي 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 ليه كفنان. فهو دايما بيقول لي بيحب العفوية، وبيحب إن الإنسان يكون صادق، وبيحب إن الإنسان يكون على طبيعته ما يمثلش. يعني أنا طول عمري بقول أنا أمنية حياتي إن أنا أمثل كنت مع الفنان محمد صبحي، مش حبا في التمثيل. شوفي بقى، هو ده مش صح لأي حد فنان، هو المفروض يكون هدفه الحب للفن. انا بقى كنت عايزه امثل عشان حبا اني بس ابقى معاه. حبا في محمد صبحي اكتر من الفن. بس عرفت، بعد ما عرفته قلت استحاله انا اقف قدامه وامثل، لان طول ما انا قدامه ببقى مبتسمه. يعني خلاص مفيش رياكشنز، انا سعيده بس لا تقولوا لي بقى تمثيل ولا شغل ولا اي حاجه. انا مبسوطه بس ان انا قدامي الجميل العظيم الفنان محمد صبحي. فبيحب العفويه وبيحب ان الواحد يبقى صادق، ودي حاجه انا بحبها بصراحه في التعاملات، ان الواحد يكون عفوي وصادق في احساسه. حباني اتعاملي معايا، مش حباني براحتك، ليكي مطلق الحرية، بس الإنسان يكون صادق. وهي دي الحاجة اللي بتميز البني آدم دلوقتي، صدقه وصدق إحساسه بنفسه وباللي حواليه. تعرف معادلة الخوارزمي عالم الرياضيات عن الإنسان؟ لو كنت إنسان عندك أخلاق فحتساوي 1، وإذا كنت جميل المظهر حط 0 جنبيه حتساوي 10، ولو كان عندك مال حط 0 كمان حتساوي 100، ولو كنت ابن حسب ونسب حط 0 كمان حتساوي 1000. فلو ذهب الرقم 1 وهو الأخلاق بقيت فيك الأصفار. كنت لابسه فستان حلو وموضبه شعر عشان اوريك انك كنت غلطان لما كنت بتقولي واحنا صغيرين يا وحش. بس مين كان يصدق ان بنت مقروضه زيك هتبقى زي القمر كده؟ انا كنت مقروضه. مش كنت بشيلك على كتفي؟ انت وسنتك كانت مهرتمه. انا وبتقولي اسكت يا احمد، ما تقوليش يا بطل. ايه ده؟